السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. بروسيجر و SOP ستاندر اوبريتنج بروسيجر. خليني أقول لك ببساطة الفرق ما بينهم وإمتى تستخدم كل واحدة فيهم. ركز معايا. الإجراءات بروسيجر هي مجموعة الخطوات العريضة اللي بتحدد العملية ككل، مش بس كده، وبتوضح ايه اللي المفروض يتعمل من غير ما تدخل في التفاصيل. يعني ايه؟ يعني في إدارة عملية إنتاج مثلا، زي استلام المواد الخام، تشغيل المعدات، فحص المنتج النهائي. يبقى بتحدد كل خطوة أساسية في العملية، بس مش بتوضح ازاي كل خطوة بتتعمل. حلو الكلام. طيب SOP الستاندر اوبريتنج بروسيجر ببساطة كده هو النسخة المفصلة والدقيقة من الإجراءات، بيشرح كل خطوة بالتفصيل من أدوات وتوقيت ومعايير ضمان الجودة. يعني لو خدنا نفس العملية الإنتاجية اللي اتكلمنا عليها من شوية، اللي هي ازاي تستلم المواد الخام، ايه المعايير اللي لازم تتبعها، ازاي تتأكد من الجودة، تشغيل المعدات دي برضه هتبقى بالتفصيل، ازاي تظبط الماكينة، ايه الأدوات المستخدمة، فحص المنتج النهائي، ايه الاختبارات اللي لازم تتعمل، وازاي تحدد جودة المنتج. متهيألي كده عرفنا الفرق ما بينهم. ان الفرق الاساسي بين البروسيجر والSOP، البروسيجر دي بتجاوب على سؤال ايه اللي المفروض نعمله وبتدي صورة عامة للعملية. طيب الSOP بتجاوب على سؤال ازاي نعمله وبتحدد كل خطوة بالتفصيل الممل. لو بتتكلم عن عملية عامة وعايز تقدم تصور سريع للخطوات يبقى البروسيجر. لو عايز تشرح عملية معينة بدقة لضمان تكرارها بنفس الجودة كل مرة يبقى الSOP. وبس كده.